العواف عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا ده في اول الفيديو كده زي ما انتم شايفين ريتاج مصممه ان انا انزل الكوبايه بتاعت النسكافيه اللي هي بتعملها للميس. تمام، ده كان بالليل، يعني المقطع ده كان بالليل. قالت لي ماما انا هخش اصورها ونزلها لهم ووريهم انا ولا انت. قلت لها طب ماشي يا ريتاج حاضر. فانا بدات اوريكم ان ريتاج بتعمل كوبايه نسكافيه للميس بتاعتها. فدخلت هي بتحبها من ايديها جدا، لما بعملها لها بتقول لي لا لا برتاش بتعملها احلى. فماشي زي بعض، برتاش بتعمل احلى مفيش مشكله. فبديها الثقه في نفسها ان هي تبقى ايه شاطره وبتعرف تعملها. فهي دخلت تعملها فمصممه ان انا انزلها لكم، فما قدرتش اقول لها لا بصراحه فنزلتها. فانا مش عارفه ليه جابت الكوبايه هنا عشان تحط السكر وراحت هناك عشان تحط واخدين بالكم انتم اللي هي عملته. يعني مش فاهمه، بس ماشي، كانت ممكن اخدت السكر معاه في المطبخ جوه، بس يلا زي بعض. النهارده بقى طالعه ارد على سؤالين كده جولي، فعايزه ارد عليهم لامهاتنا الجميله اللي بتسالني بتقول لي يا جيجي ازاي نقدر نتعامل مع اولادنا في الثانويه العامه. بصي هقول لك على حاجه، عشان انا طبعا مريت بالمرحله دي. اهم حاجه في الموضوع كله ان انت ما تضغطيش عليها خالص او عليه. ما تضغطيش على اولادنا خالص في حته الدراسه. كل اللي انت هتعمليه اللي هو الخوف عليهم من حاجات كتير. آه مثلا توفري لهم الجو الملائم ليهم، اللي هو ايه، يبقى فيه هدوء شويه في البيت، ما يكونش فيه تلفزيون في الاوضه اللي هي قاعده فيها، او في ازعاج في البيت. مثلا لو معاكي اطفال صغيره ولا حاجه تحاولي تهدلها البيت على قد ما تقدري. تمام كده. لكن تضغطي عليها في حته المذاكره، خشي ذاكري، انت ما ذاكرتيش خشي مش عارفه ايه. بص عايزه اقول لكم على حاجه حبايبي، اللي عايز يتعلم والله ما مستني من اب ولا ام. شكرا يا ارتاج على كوبايه النسكافيه القمر. اشكروا ارتاج يا جماعه. عايزين نقول لكل ام واب مهما تقولي ومهما تعملي ومهما تفكري ان انت هتدخليهم احسن الكليات، مش هيحققوا لك ده غير لما هم يكونوا هم عايزين. انا لسه كنت بتكلم مع شيري في الموضوع ده ومع سمر، بقول لهم ما تحاولوش تضغطوا على الولاد، لان يعني بتبقي حاطه امل وبيجي يدوكي امل تاني خالص. بيديكي عمر بقى، ما بيديكيش امل خالص، بتفاجئي بالنتيجه. بتبقي عامله حسابك اللي قدامك ده. مثلا انت ده انا لا انا ابني هيخش كليه طب، انا ابني شاطر، انا مش عارفه ايه. لن تتوقعي النتيجه. لن تتوقعي نتيجه الثانويه العامه بالذات، لان الامتحانات بتيجي فوق خيال الذكي. اولا هنا الفيديو ده انا كنت بتكلم فيه بصوتي، وكنت بفضفضه بقى معاكم، بص بكل ما املك، يعني بكل حساسيسي وكل حاجه. بس للاسف الصوت كان واطي، وانا ما حبيتش ازعجكم بصوت الواطي وتتضايقوا من الفيديو، فكتمت الصوت وانا بقيت اتكلم معاكم بصوتي. المهم انا هنا طبعا بشطب المطبخ، بس كده صحيت بدري وقلت اشطب المطبخ، وهنا كنت بمسح الغساله عشان اظبط الدنيا. فانا عايزاكي تحطي حته تسيبيه هو يكون هو عايز ايه، هو اللي عايز مش انت اللي عايزه. صدقيني هو طالما عايز، هتقولي يا جيجي ما هم مش فاهمين مصلحتهم، لا هم فاهمين كل حاجه وعارفين ومقدرتهم قد كده. انا مقدرتي اخش كليه تجاره، انا مقدرتي عايز اداب، انا كليتي هخش الطب، انا كل. هو مقدره ذكاء ابنك، انت فاهمه طفلك ده رايح على فين. في عيل عندك تملي تلاقيه شاطر قوي، وفي عيل تلاقيه خايب شويه. مش خايب شويه، هو قدراته كده، هو قدراته ان هو مش قادر يستوعب الحاجه دي. فما نضغطش عليه ونقول له استوعب اكتر، يعني خلي مخك مفتوح اكتر. هو مخه كده واستيعابه كده، ومهما تتكلمي هو كده. تمام كده. فما نحاولش نجهد نفسنا احنا كأمهات. ليه بقى؟ عشان ما تحطيش امل في شيء وتيجي تلاقي امل تاني تبص لنفسك، يا جالك ضغط، يا جالك سكر من الزعل، يا بص بنت خالتك جابت مجموع في ثانويه عامه ودخلت مش عارفه ايه. بص ابن خالك، انا مالي ومال ابن خالتي وابن عمتي كل واحد قدرات يا جماعه، قدرات. اسفه جدا في الكلمه اللي هقولها. بيبقوا في ولاد الحراس اللي ماسك العماره، طبعا الناس على راسنا من فوق، بيبقوا ولادهم ما فيش امكانيات، ما فيش اضاءه، ما فيش لبس، ما فيش اي حاجه، وتبص تلاقيه طالع من احسن الناس. واحد تاني عنده كل الرفاهيه، عنده كل الامكانيات في بيته، وعنده موبايل احدث حاجه، وعنده عربيته بتوديه ويجي، عنده كل حاجه، ومش هيقدر يعمل لك ده. ليه؟ لان دي قدرات. تمام كده. اللي عايز يعمل حاجة احنا اللي بنعمله اللي علينا، اللي هو علينا ايه، بنوفق ونحاول على قد ما نقدر نهيئ جو في البيت، اللي هو تهيئ الجو، اللي هو ايه، مفيش ازعاج، الدنيا هادية. مفيش بقى انت سايبه البيت مثلا رايحه عند اختي شويه وجايه عشان خاطر مش عارف، لا، عينك موجوده معاك في البيت. يعمل جدول لنفسه، جدول انا هنام الساعه كذا، هاجي الساعه كذا، هذاكر الساعه كذا، عندي درس الساعه كذا، هو اللي يحدد لنفسه. انت بتدي النصيحه وخلاص. صدقيني الضغط عليهم بيخلوهم في سكة تانية خالص خالص. بيعندوا الجيل دلوقتي بقى معاند بطريقة رهيبة. طب ماشي قولي اللي انت عايزاه، ماشي، من مرة ما تطلعي من الأوضة هو مش هيعمل اللي انت عايزاه. هو هيعمل اللي هو عايزه. هو هيعمل اللي هو عايزه. الكلام ده كان، انا مش بقوم حد على حد، انا بقول لك النصيحة. صدقيني انت بتدي النصيحة وهو بينفذها خلاص. يعني هو انت تدي نصيحة وهو هينفذها لك.
بالراحه، ادي نصيحه بالراحه من غير زعيق ولا نرفزه ولا ذاكر وانت مش نافع، ووريني يعني المصاريف اللي مدفعها فيك مش هيبان عليك حاجه ووريني لو عملت حاجه صدقني عندك تماما. فانت تعملي ايه؟ بالراحه كده، تعالى وتقعدي معاه. احنا دلوقتي انت عارف احنا بنصرف قد ايه في الثانويه العامه، وعارف التكلفه قد ايه. انا مش كل طالباه منك ان انت يعني تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك وتفرحنا معاك. عارفه مره على مره على مره، والله هو هيحس من نفسه او هي هتحس من نفسها ان انت فعلا بتتعبوا وبتعملوا وبتسووا، انت بتهيئي جو في البيت والكلام ده كله. نصيبه جاب مجموعه وجاب حاجه حلوه ودخل بيها، يبقى ربنا رايد له بده. صدقيني ممكن يخش الكليه اللي نفسك فيها. انا بصي انا يعني شفت حاجات كتير قوي، في ناس اتمنت ان ولادها يخشوا كليات ودخلوا، ولا قدر الله بعد ما دخلوا الكليه وكل حاجه توفاهم الله او حصل اي ظروف ليهم. فانا عندي يعني فاهمين انتوا فاهمين قصدي، فخلينا كده ماشيين على حته الايه الهدوء شويه، حته الثبات شويه، حته ان انت تشاركيه في كل حاجه. تابعي من بعيد لبعيد، راح الدرس تابعي لو ولد، تابعي حتى لو بنت، الزمن بقى صعب دلوقتي. تابعي من بعيد لبعيد، راح ما راحش، وصل ما وصلش، الكلام ده كله. انت ممكن تاخدي رقم من مثلا السناتر اللي بيروحوها، تاخدي رقم مدرسين، هل تتصلي او في المكان مثلا الاداره بره، ابني بيخشوا بيمضوا او بيكتبوا اسمهم او حاجه، واعرفي وتاكدي وتابعي والكلام ده كله. ربنا يا رب يوفقهم كده وينجحوا ويجيبوا مجاميع حلوه باذن الله. آه ايه تاني السؤال اللي جالي؟ استنوا كده نفتح التليفون. انا برد على الاسئله اللي جات لي على مش عارفه ليه بفتح لقيت سمر جايه اللي جايه قصادي. استنوا يا ولاد. طبعا هنا كنت بغسل المواعين بشطب المطبخ علشان خاطر ايه الدنيا تبقى تمام. ثانيه واحده اتحزم واجيلكم بس بشوف بشوف الفيديو بس. ايوه تعالي بقى، اطلعوا بقى، اطلعي بقى اهو. يلا بينا على الفيديو الاخير اهو. بس اسكتي يا وليه، اسكتي. ايه ده يا جيجي؟ اهم شيء، بصي حبيبه قلبي اللي بتقولي اهم شيء الدين والصلاه والكلام ده كله، انت ما تعرفيش اي حاجه. انا مش لازم اجيب لك ولادي وهم بيصلوا قدامك. انا ولادي الحمد لله الحمد لله، يوم ما كنت عامله معاكم روتين في الاوضه انا مطلعه المصليات والاسدالات بتاعتهم من قلب الاوضه من جوه. انا مطلعه قدامكم وقلت لكم اهو. انا عندي ملك حافظه قران، ملك انا كنت بجيب لها مقرئه هنا في البيت، هي وريتاج من صغرهم. للاسف الشديد دلوقتي عدد المقرئين، وانا ما بحبش انزل ولادي الجوامع تحت لان بيبقى في مشاكل كتير وحاجات كتير بتحصل، انا في غنى عنها. لكن انا لو لقيت لرؤية حد يقدر يجي البيت، حد ست وتقدر تيجي زي ما كان بتيجي الملك وريتاج، انا ما عنديش اي مانع خالص للموضوع خالص. انا عندي ملك وريتاج حافظين القران الحمد لله. مش شرط ان انا اطلع اجيب ولادي قدامك اخليهم يصلوا قدام حضرتك عشان انت تقولي لي كذا وكذا. تمام، انا برد بس عليكي. هنا بيقولي لي صح كلامك، اسلوب خطأ بالمدرسه وخطأ. طبعا الموبايلات في المدارس مش حاجه كويسه، بس احنا عندنا في مصر عادي يعني، ما عندناش مشكله. بس مش كل المدارس برضو، في مدارس وفي مدارس. موضوع لو سمحتي يا جيجي، المضرب نوع المضرب والله ما ليه اسم خالص. المضرب هو كده بس، ملهوش اي اسم خالص. سألتوني مرتين بس والله ما اعرف اسمه ايه. ليه يا جيجي؟ بقالك فتره ما بتتكلميش على الانتقادات. هو انا لما اتكلم على الانتقادات بتزعلوا مني، ولما بسكت بتزعلوا مني؟ طب اعمل ايه؟ لا خلاص احنا مش هنتكلم في الانتقادات، خلينا كده ايه في اللي احنا فيه. طبعا لازم نصاحب ولادنا زي ما كاتبالي كده، لازم نصاحب ولادنا يا جيجي طبعا. طب واللي ملهوش، في واحده بتقولي طب واللي ملهوش اب موجود، يعني ربنا يا رب لو الاب متوفي ربنا يرحمه، لو مش موجود في حياتكم بتبقى صعبه على الست. انا عارفه بتبقى ام واب في نفس الوقت. ربنا يعينك يا حبيبه قلبي يا رب. وعلى قد ما تقدري، مش هقول لك عوضي الاب لان الاب ولا الام بيتعوضوا، بس على قد ما تقدري بتعملي اللي عليكي، عشان دي بتبقى امانه بقى، بتبقى امانه في رقبتك اكتر من اي حد تاني. بتبقى انت مسؤوله كاب وام على الطفل دوت. فربنا يا رب يعينك. ممكن يكون لو ليكي حد كبير مثلا، ليكي اخ كبير، ليكي اب كبير، ليكي حد يقدر يتدخل معاكي مثلا في تربيتهم، اللي هو بس يدي النصيحه اللي هو ايه، يبقى قلقان منه. يعني انا وانا صغيره مثلا كده كنت بخاف من عمامي جدا، يعني كنت اخاف من عمي قوي، كنت ما اخافش من بابايا قوي قد ما اخاف من عمي، لان هو كانت شخصيته قويه. فكانت دايما ماما لما بنسمعش الكلام تقول هتصل بعمكم، فكنا نخاف. فاهمين؟ فلو في يعني، بس ما اظنش في الزمن ده بقى في حاجه. آه
كلامك حلو قوي يا جيجي، وفي التصميم ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب، تسلمي. لازم ندي الثقه لاولادنا طبعا، لازم نديهم الثقه في لاولادنا كتير جدا. وحته التنمر في المدارس دي ما فيش داعي منها خالص، لكل ام تفهم ولادها. لما تروحي المدرسه تلاقي صاحبك مثلا جسمه مليان شويه، اسمر اللون شويه، بتحت شويه مش عارفه ايه، بلاش نجرحه في الكلام، بلاش نجرحه، يا نسكت خلاص. احنا اللي نعلم ولادنا. لما تروح ما تضايقش صاحبك عشان حرام، ما ينفعش ان احنا نضايقه. لو انت ترضى بنفس الكلام مش عارف فهتبص تلاقي الطفل يبقى عنده الحته دي موجوده فيه. لازم يا جماعه معلش نتعب شويه. لا تستعملي الميكروويف لانه فيه اضرار كتير. لا طب ما احنا ما كانتش الشركات بقى صنعته وما كانتش. وبعدين انا مش بعمل فيه حاجات كتير بصراحه، انا كل اللي بعمله بسخن فيه عيش، والله، او ما بحبش اسخن الاكل فيه، او هعمل كوبايه لبن هسخنها، او الكلام اللي انتوا عارفينه ده. ريتاش كبيره ممكن تفهم، لكن في اطفال صغيره ممكن ما تفهمش. مع الاطفال الصغيره ما كانت ريتاش بنفهمها وهي صغيره، كانت تفهم اللي تفهمه واللي ما تفهموش خلاص كنا احنا بنوجهها فيه. فانت تقدري مش بالسن، يعني هو مش بالسن، تقدري من وهي صغيره. ايوه كأنك بتتكلمي كأصلك في حد تاني، انا مبقاش عندي ثقه في حد. عارفين الاغنيه ما بقتش عندي ثقه في حد. لا يا حبيبه قلبي، مش كل الناس زي بعضها. يا جيجي حطي كلور في الحوض هيبقى كويس جدا. والله حاضر، لو ما كانش عندي بصراحه. هنا غسلت المواعين معاك وقلت بقى ايه، اعمل البوتاجاز وبعد كده اعمل كوبايه نسكافيه كده، وباتيه بالجبن عندي هطلعه اسخنه وهاكله معاكم. يا حبيبتي ما فيكي توصيكي بحد في الايام دي. لا يا حبيبه قلبي، مش كل الناس زي بعضها، ما احنا مش هنمنع الناس كلها في حياتنا، مش هنعرف نعيش. انت بتعملي دايت يا جيجي؟ لا والله ما بعمل دايت، انا وقفت اليومين دول بقالي كده كام يوم، يعني داخله في 5 6 ايام كده. هو ليه يا جماعه لما حد بيقول كلمه خمسه في الفيديوهات او بيتكلم بخمسه، داخله لي يعني حد يقول لك انت بتخمسي خمس ايه وسبع ايه؟ مش فاهمه. ده ربنا خلق لنا 5 صوابع، يعني 5 هنا و5 هنا، يعني في ايه؟ مش فاهمه. صح، لازم الاب يعرف كل شيء عن الاولاد طبعا، صح. بس كده دي الاسئله اكتر اللي جات لي، ان هي الاب لو مش موجود يا جين نتصرف ازاي. الاب لو مش موجود زي ما قلت لك كده، لازم يكون في حد في العيله تكون ليه شخصيه قويه كده، تقدري تتجهي ليه ان هو مثلا يتكلم مع الولد في التليفون او البنت. اهو واذا الاب لو مش موجود يا حبيبه قلبي زي ما بقول لك كده، طب ما انا اخويا في الشقه اللي جنبي مش موجود، وجوزي بصراحه يعني لما بيكون في اي مشكله عند رحاب هو اللي بيحلها مع الولاد، وبيخافوا منه جدا وبيحترموه جدا وبيحبوه في نفس الوقت جدا. يعني اي مشكله عند رحاب يلا خالد تلاقي البيت ده كله، بص كلهم اتلموا في حته كده وقلقانين. هنا كنت بتكلم عن المطبخ ان انا انضف المطبخ يعني وكده. جيجي يا قمر جوزك مدرس او مدرس ثانوي؟ فيا بنات زي ما بقول لكم كده تمام. يعني انا مثلا زي ما بقول لكم كده، رحاب مثلا عندها مشكله، رحاب عندها 3 صبيان وبنت بس. ليلى طول النهار طبعا مع البنات هنا، فاحنا عارفين نأقلم عليها ونقدر نخليها زينا هنا في البيت. لكن الصبيان رحاب مش بتقدر عليهم، زي اي ام ما تقدرش على 3 شباب في البيت. فما بتحصل مشكله في البيت بتجيبني او بتجيب جوزي. هما بيقلقوا مني، يعني عارفين ان عمتهم لو دخلت خلاص كل البيت بيتلم، او جوزي مثلا لو المشكله بقى كبيره اكبر من كده فخالد بصراحه بيخش يحلها، لانه بيتعامل مع شباب، هو مدرس ثانوي صبيان، فعارف يتعامل معاهم ازاي، فبيخش يجيبهم ويشوف المشكله فين. والغلطان في المشكله بيتاسف للي مش غلطان، وما تتكررش تاني، وطول ما انا موجود الصوت ما يعلاش، وطول مش عارفه ايه. فتبص تلاقي هم عارفين ان في حد رقيب عليهم، مفيش تاخير بره، عشان لو اتاخر بيخش يقولوا لخالد، فخالد بيخش يزعق ما ينفعش تاخير الا بعد الساعه كذا. والعقاب بيكون يعني من فتره كده احمد اتاخر بره شويه، ف كلمناه مره واثنين وثلاثه وبرضه مفيش فايده، فعملنا معاه عقاب كده بسيط، خلاص بقى يجي بدري. فاهمين ازاي؟ بالعقاب ولا بالشتيمه ولا بالزعيق ولا بالضرب ولا باي حاجه. فعشان كده بقول لك ربنا يا رب يخلي لكم اللي حواليكم، لو في اي حد في العيله يقدر يحل لك المشكله هيحلها وببساطه ان شاء الله. انا هنا كنت برغي والله، بقول لكم كلام جميل وضحك وهزار، بس الفيديو كان واطي قوي الصوت، كنت موطيه الصوت فما طلعش معاكم. فيا رب النهارده يكون الفيديو كده خفيف على قلوبكم، واكون قدرت ارد على الاسئله بتاعتكم اللي انتوا سالتوني عليها. دوري على اي حد في العيله يكون، هتقولي يا جي كل واحد في حاله وكل واحد، لا والله صدقيني لو لجأتي لحد فيهم قلت له بس يعني محتاجه ان انت تتكلم معاه، او مثلا ليكي مثلا حد كويس من جيرانك يكون شخصيته قويه، حد من العيله هتتحل ان شاء الله. وما قدرتيش وما لقيتيش يبقى انت خلاص، انت واحده واحده كده معاه، وتدعي كتير، تدعي له كتير والكلام ده كله. تمام. ربنا يا رب يهدي ولادنا كلهم يا رب، ويبقى للخير كله يا رب باذن الله. وما تنسوش بقى اللايك والكومنت الحلو بتاعكم، عشان ان شاء الله كده ايه، انا بحاول انزل لكم هنا وهنا، بنزل لكم هنا فيديوهات تكون بحاول ابعد عن الطبخ والروتين والحاجات دي، حاجات خفافي كده عشان ما تزهقوش. وبحبكم جدا في الله. وانا عملت كوبايه نسكافيه، ومن كان عندي باتيه بالجبنه كنت جايباه لما كانوا اصحابي عندي بس ما اكلوهوش، فانا قلت اكله انا، يعني هم ما اكلوش فانا اكله، يعني مش معقول يعني هسيبه يعني.
خلصت مطبخي كده وعندي غدا بقى هعمله، بس انا قلت اروح اتقمص كده على الكنبه، اعمل شخصيه كده، اعمل ان انا مهمه في المجتمع، واقعد كده مع نفسي شويه وفي هدوء في البيت تام لما الولاد بينزلوا، واقعد ابص على كومنتاتكم، ودي بقول لكم اللحمه اللي انا هعملها النهارده ان شاء الله. اللحمه بارده كده، لو عايزين اصورها لكم اكتبوا لي في الفيديو في الكومنتات من تحت. بس كده نشفت ايدي هنا، وبقول لكم هنا بقول لكم بقى يعني اقعدوا بالعافيه. اشوفكم على خير. قولي لي لو عايزين الفيديو بالصوت هعمله لكم بالصوت. هنا بقى كنت قلياني زعلانه، انا بقول لكم انا حزينه 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 وعماله الغ. آه يلا يا حاجه خلصي بقى، خلصي خلاص عشان هم زهقوا منك. الطرحه مش باقيه مع العبايه يا جيجي، والله عادي يعني، دخلت الالوان في بعضيها كده. اشوفكم على خير واقعدوا بالعافيه حبايب قلبي، والسلام عليكم.